انا لو هنطالب بايقاف فيزيرا دي فيها اهانه لرمز من رموز مصر. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا النهارده جاي اتكلم عن موضوع احمد سيد زيزو والباشمهندس هشام نصر. يا جماعه الموضوع ده خد زياده عن حده وعن لزومه، فبقول لجمهور الزمالك استقيموا يرحمكم الله. كله عمال يتكلم عن اللقطه دي، وكله عمال يقول لك لو انا وناس مشهوره ومعروفه في الوسط الرياضي طلعت تقول لك لو انا كنت عملت اللي حصل من زيزو ده رد فعل متوقع لاي بني ادم طبيعي. انت راجل سلمتني للجمهور، راجل خليته الجمهور قال امك وابوك واختك ومراتك وقال حاجات كتير، فانا تلقائي لما اشوفك مش هسلم عليك. فانتوا ناسين لقطه بتاع بزيره دي وبتتكلموا في لقطه زيزو. لا، تعالى اقول لك دي فيها اهانه لرمز من رموز مصر، فيها اهانه لقاده من قادات مصر، وكله متغاضى وما شافهاش. كل جمهور الزمالك متغاضى ما شافهاش، وحتى الاعلام ما بيتكلمش عليها، كله بيتكلم على لقطه احمد سيد زيزو. استقيموا يرحمكم الله. بزيره مفيش بينه وبين وزير الرياضه اي حاجه، اهو ده واجهه لمصر ورمز من رموز مصر وقاده من قادات مصر. هينزل اي دوله في العالم يضرب له تعظيم سلام. فيجي حته عيل زي ده كملش 22 30 سنه ولا 22 سنه ولا 23 سنه، وزير الرياضه بيميل عليه وهو اصلا ما مدش ايده. طب دي ما بتتكلموش عليها ليه؟ لكن اللقطه بتاع زيزو دي وبتاع هشام نصر نابعه عن مشاكل قبل كده هو مر بيها زيزو وهشام نصر، حفظ الالقاب معلش، الباشمهندس هشام نصر. فما تجيش انت ناس ما بينهم مشاكل وناس ما بينهم قله ادب مع لاعب وتقول لا اصل ما سلمش عليه، عيب ايه؟ بتطالبوا بمين يقف؟ بتطالبوا بايقاف مين؟ انا لو هنطالب بايقاف فيزيرا، وانت كمصري لو ما اتحرقتش وزعلت عن ان رمز من رموزك او قاده من قاداتك اتهان من حته لاعب ولا يسوى ملت وما تعرفش ايه ولا ديانته ايه، وما يسلمش على وزير الرياضه، فكل واخد زيزو عشان بتكرهوه واداكم على عينيكم سبوبه. لا، استقيموا يا جمهور الزمالك، استقيموا يرحمكم الله. ده اللي انا اقدر اقوله. قول الحق والشهاده. ما هو انا ما فيش بيني وبينك مشكله وتيجي عايزني اقابلك في الشارع اخدك بالاحضان؟ لا، ما انا ممكن لو خلاص بعدت عنك بقى والمشكله راحت لحالها هعمل نفسي مش شايفك، ما هتجبرني اسلم عليك؟ لا. تمام. في نفس اللقطه دي انت سامع يا هشام يا نصر او يا باشمهندس هشام نصر يا نائب رئيس نادي الزمالك، الجمهور عمال يقول امك وابوك واختك واللي روح انت قول له خلاص، شاور لهم انت، يعني انت راجل مسؤول في نادي الزمالك، نادي كبير ونادي ليه احترامه، بس جمهوره ما بيفهمش. انا بقولها لكم، جمهور الزمالك ما بيفهمش انه يسيب